اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تخرجوش من الفيديو قبل ما تكملوا، وتضغطوا باللايك وتفعلوا لي وتشتركوا. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. مش عارفه والله، مش مقرره هعمل ايه يعني. عايزه اعمل احنا هنعمل كيك سبونج، فمش عارفه هعمله في قالب كبير ولا صغير. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. وصلوا بينا على النبي كده يا جماعه، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا بينا. انا حاطه هنا كوبايتين وربع دقيق سبونج، مقدار يعني ايه، مقدار الكوبايه، لان الكوبايه ممكن تكون ناقصه مني حاجه كده كده، فزودتها بربع كوبايه كمان، يبقى كوبايتين دقيق سبونج. ومعايا اهو كيس فانيليا، ومعايا هنا عليهم كده ادي اول بيضه، تلاتة، ايه مش عايزه تنزلي، 3 بيضات بس اللي هحطهم، ومعاهم كوبايه ميه. بصوا انا ضربت 3 بيضات مع كوبايتين دقيق سبونج مع كيس فانيليا مع معلقتين زيت بس، ولو حابه تحطي معلقه خل اختياري برضه. انا ضربتهم لمدة 7 دقايق، ممكن تتروج ل10 دقايق، ممكن 5 دقايق على حسب الدقيق بتاعك. تمام كده، انا خلصت الضرب بتاعي. انا عاملاه هنا في البايركس، مش عاملاه في صواني ألمونيا او في سلستين، عاملاه في البايركس. ماشي كده عشان ما يسقطش، سوري على الرخامة يسقط. هننزل بقى في ايه، نجيب السباتيلا كده، نسمي بسم الله. صلوا على النبي كده يا جماعه في الكومنتات، بالله عليكم تعملوا لي متابعه للفيديو او اشتراك لو بتشوفوني على القناه. ادي اهو، هدخلها، انا مولعه الفرن بقاله حوالي 10 دقايق. هدخلها بقى الفرن حوالي 20 دقيقه، لان ده في قالب مش في صاج. هنعمل قالب كمان دي سبونج شوكولاته، دي كوبايه ونص دقيق، وهحط عليهم بيضتين بس. بسم الله. وباكو فانيليا برضو اهو، وكوبايه الا ربع ميه اهي. وهنا خلاص انا ضربت الشوكولات بتاعي، سبونج الشوكولاته، انزله كده. انا هنا مش حاطه ورق زبده، انا هنا حطيت معلقه زبده كده، دهنت بيها القالب وقمت مبدره بالدقيق، والتاني عملته بورق الزبده اهو. صلوا كده على النبي يا جماعه، شجعوني باللايك بالله عليكم وبالاشتراك، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. القالب التاني في الفرن هفتح عليه اضيره واحط القالب ده. طلعت الكيكه اهي، دي ودي، وبرده هنغزها كده
ودي نفس القصة. دي الكريم شانتيه اللي احنا هنزوق بيها وعملناه. وهنا كوباية حليب انا محلياها، هنزل بنصها كده هنا وبنصها هنا. كريم شانتيه انا حطيت على وشها كريم شانتيه، ودون الجل الملمع. بحطه كده شكل عشوائي. طعمه جميل برضو، مش ملمع بس، هو طعمه برضو. وده صوص شوكولاتة برضو. واحط برضو حبة كراميل، مش كتير، بس الكراميل اللي بيديلها طعم جميل. انا بحب بقى انا النغمشة دي. وده برضو الجل الملمع الاحمر فراولة. دي بقى باي شكل انت عايزاه، بتحطيه في الكيس وتخرميه كده وتنزلي منه. وارجع بقى احط اللي هو الشوكولاته. ونفس القصه برضو الكراميل. وده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. وده اخر كواليس، خلاص انا خلصتهم. وده التزويق بتاعي في اشكال تانية، بس انا بحب ولادي بيحبوا الشكل دون، فعشان كده بعمله لهم. والف هنا وصحة يا رب للي هيعمل واللي هياكل، والف هنا وصحة يا رب على ولادي برضو ما ياكلوه واللي هياكل منه. واستنوني بقى في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.